السلام، مرحبا بكم في القناه ديالي شي واتسوكيش. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم طاقه بالفخيس، كتجي الصراحه زوينه بزاف، ما تشبعوش منها مع سر النجاح لاباط ديالها. تقدروا هكا تحضروها حتى لرمضان، تاكلوا هكا مورا الفطور. نخليكم دابا ان شاء الله مع الفيديو بالصحه والراحه. بالنسبه للمقادير ديال لاباط كنحتاج زلافونس ديال الفورس اللي تيكون مغربل، مع 2 معالق كبار ديال السكاسانيدا، كاس مع مرش ديال الماء عادي من روبيني. عندي هنا 100 غرام ديال الزبده اللي كتكون من نوعيه جيده، بيضه على درجه حراره الغرفه، وقبيصه ديال الملح. كناخذ الزبده كنزيدها على الفورس وغادي نخلطهم هكا مزيان مع بعضياتهم غير بيدي حتى كيتلبس ليا الفورس بالزبده اللي درت فيه. صافي كنبقى نخلط فيهم بهاد الطريقه هذه. كنزيد دابا سكاسانيدا وغادي نضيف قبيصه ديال الملح. غادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم مزيان. من بعد غادي نزيد البيضه اللي كتكون على درجه حراره الغرفه وكتكون من الحجم الكبير. غادي نخلطها حتى هي، كنخلطها هكا مزيان حتى ما كتبقاش تبان لي مع المكونات. صافي وديك الساعه غادي نبدا نزيد في الماء، كنبدا نزيد شويه بشويه حتى كنجمع العجينه. وهنا العجينه كتبغي تكون قاصحه، ما كتبغيش تكون خفيفه بزاف هكا باش كتنجح معنا لاباط ديال لا طاخت. والعجينه كتجمعها غير بصباعي، ما كنحتاجش انني ندلكها حيت هي اصلا ما كتبغي جدليك. هنا كيف ما كتشوفوا معايا شاط لي 4 كاس ديال الماء، يعني احتاج غير كاس مع مرش ديال الماء. وهنا لاباط كيف ما كتشوفوا معايا كيف ما قلت لكم خاصها تكون قاصحه. غادي ندير دابا لاباط ديالي في السلوفان وغادي نغطيها به مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نحطها في الفريغو نخليها حتى كتبرد على خاطرها. من ما وجدت حتى لا كريم باتيسير اللي كنحتاج لها اطرو ديال الحليب مع 5 المعالق كبار ديال مايزينا. عندي قبيصه ديال الملح اللي كتقاد المذاق، 4 المعالق كبار ديال السكاسانيدا، 4 البيضات اللي كيكونوا على درجه حراره الغرفه، ومعلقه كبيره ديال الزبده. وممكن نحتاج كذلك حتى 3 ديال الساشيت الفاني. تناخذ كاسرونه كندير فيها البيض هو الاول، من بعد غادي نزيد عليه مايزينا، كنضيف كذلك قبيصه ديال الملح، من بعد غادي نزيد السكاسانيدا، من بعد غادي نزيد 2 ديال لي ساشي ديال الفاني، والثالث غادي نخليه حتى نزيدو في الاخر هكا باش ما كيبقاش يبان لي المذاق ديال البيض في لا كريم باتيسير وما كتجيش زفره. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كتنسجم ليا مايزينا مع البيض وما كيبقاوش يبانوا ليا الحبيبات ديالها وكيولي الخليط ليس. هنا من بعد ما كنخلط الخليط مزيان وكيف ما قلت لكم خاصو يكون نيس على هاد الشكل هذا. غادي نحطو دابا فوق من البوطو وغادي نخليه هكا كيطيب على عافيه تكون مهيله، وكنبقى مستمره في التحريك وكنحاول انني ما نخليش هاد الجوانب هادو باش ما يتحرقوش. هنا كيف ما كتشوفوا معايا داكشي غير بدا كيشد في الفوي. غادي نبدا نزيد في الحليب شويه بشويه، وكل ما وانا كنزيد في الحليب كل ما وانا كنخلط كنبقى مستمره في التحريك ما كنحبسش، وكنطيب لا كريم باتيسير على عافيه تكون مهيله. وبطبيعه الحال كنبقى نحرك مزيان هكا باش ما كتلصقش لا كريم باتيسير وكتحرق وكيولي المذاق ديالها خايب، وكنخليها هكا طيب على عافيه تكون مهيله. لا كريم باتيسير ديالي من بعد ما وجدات وكتعقد كتجي على هاد الشكل هذا. غادي نزيد عليها دابا ساشي ديال الفاني، من بعد غادي نزيد الزبده وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى كذوب لي الزبده مزيان. وبالنسبه لهاد لا كريم باتيسير هادي كندير فيها الزبده باش كتعطيها واحد لا بريونس وكتجي زوينه في المذاق ديالها. وغير كنسالي كنخوي لا كريم باتيسير في بول اللي كيكون ديال اينوكس هكا باش لا كريم باتيسير دغيا كتبرد وما كتاخذش الوقت بزاف. غادي نغطي ليها دابا السلوفان باش ما تكونش ديك القشره اللي فيها واللي كتخلي لا كريم باتيسير تجي خايبه والمذاق ديالها حتى هو كيجي خايب. صافي غادي نخليها كتبرد على خاطرها، من بعد غادي ندخلها تكمل في البروده ديالها في الثلاجه. من بعد كنخرج لاباط وكنديرها ما بين 2 ديال الميكات اولا تقدروا ديروا حتى بابي كويسون حتى هو كيجي مزيان. غادي نبدا نورقها هكا بالدلاك
ومره كنرش عليها شويه ديال الفورس هكا باش ما تلصقش ليا في البلاستيك الغذائي. صافي كنبقى نورقها هكا مزيان، ومره كنقلبها وكنهز البلاستيك الغذائي باش ما يشكلش ليا دوك الخطوط اللي تيكون فيه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي كنبقى نورق فيها هكا مزيان حتى كنوصل للسمك اللي بغيت والسمك اللي غادي يجيني في لاطاغط. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غادي نرش شويه ديال الفورس كيف ما قلت لكم من قبل هكا باش ما كتلصقش ليا البلاستيك الغذائي في لاباط. صافي غادي نرجع عاوتاني بلاستيك غذائي وغادي نكمل التوراق ديالي عادي. من بعد كناخذ المول ديال لاطاغط كندهنو بشويه ديال الزيت. من بعد غادي نقاد لاباط ديالي في المول وهكا الا بانوا لي شي جوانب زايدين غادي نحيدهم وغادي نزيدهم في شي جانب لبان لي هكا مازال خصو العجينه وكنثبتهم بهذه الطريقه هذه. لاباط من بعد ما قاديتها في المول وحيدت لها كاع دوك الجوانب اللي كانوا فيها غادي نتقبها دابا بالفوخشيط هكا باش ما تنفخش ليا في الطياب، وكنتقبها حتى من الجوانب حتى هما ما كنساهمش. غادي ندخلها دابا الفريغو تجمد لمده ديال 10 دقائق قبل ما نطيبها هكا باش لاباط ما كتنفخش لينا وكتجي زوينه حتى في المذاق ديالها. وغير غادي دوز 10 دقائق غادي نخرج لاباط من الفريغو وغادي ندخلها طيب في الفران اللي كنكون شعلت عليه سخون من قبل على درجه حراره 180 وكنشعل لها من الفوق ومن التحت حتى كتبان ليا تحمرات. وبالنسبه للمده ديال الطياب كتاخذ ما بين 25 حتى 30 دقيقه وبطبيعه الحال الوقت كيبقى على حسب الفران ديال كل واحد. هنا كيف ما كتشوفوا معايا لا كريم باتيسير من بعد ما بردات تماما خرجتها حيت عليها السلوفان وغادي نطربها مزيان بالطراب اليدوي حتى ما كيبقاوش فيها دوك الحبيبات وكتولي عليها هذا الشكل هذا. صافي كنكون خرجت لاباط ديالي من الفران وحتى هي كنكون خليتها بردت غير واحد شويه وديك الساعات كنخوي عليها لا كريم باتيسير. صافي غادي نوزعها هكا من كاع الجوانب وكنوزعها حتى من الوسط. هنا كنوزع فيها بلا ماغيس تقدروا توزعوها حتى بمعلقه. صافي تنقادها على هذا الشكل هذا باش كيجي المنظر ديالها زوين. وغير غادي نسالي غادي نكون خديت كميه ديال الفريز اللي كنكون قطعته بهذا الشكل هذا غادي نحطو فوق من لاطاغط. وبالنسبه للزواق تقدروا تزوقوها بالبنان اولا بالكيوي اولا باي فاكهه كتعجبكم. صافي غادي نبقى نحط في الفريز هكا وحده معاكسه مع الاخرى. وغير غادي نسالي غادي ندخلها عاوتاني تبرد في الثلاجه لمده ديال ساعه حتى كتشد في راسها وغادي نخرجها نقدمها ونتلاقاو دابا ان شاء الله في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغط ديال الفريز. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم واللي عجبتكم جربتوها ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير وما تنساوش تقولوا شنو تبغيوني نشارك معكم في الوصفات الجايين وشنو هما الاقتراحات ديالكم. وحتى الا بغيتوني نشارك معكم شي وصفه ديال رمضان ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير. ونخليكم دابا ان شاء الله مع النهايه ديال الفيديو وبالصحه والراحه.